السلام عليكم اخواني اخواتي، معكم اخوكم الحليمي في فيديو جديد. نقادوا الجلسه ونقادوا الميكرو ونبداو على بركه الله. فيديو في غايه الاهميه صراحه. واحد السيده يعني تواصلت معي في الانستغرام سميتها اسماء سما. قريت صراحه الكومونتير ديال او التعليق او الميساج نقدروا نقولوا عليه. صراحه ضروري خاصنا نناقشوه وخاص بزاف ديال الناس يفهموه، لان هادشي كيطرى لبزاف ديال الاخوان وكيصدقوا بحال هاد السيد عاطينو 5 سنين ما يدخلش لاسبانيا، وكتلقاه عنده يعني شروط تعجيزيه باش يدخل، لان فاش كترفض راه كترفض في الاتحاد الاوروبي كامل. داكشي علاش الاخوان نحاول نقاد هاد الفيديو غنعطيكم نصائح باش ما تطيحوش في المشكل. لكن قبل غادي نقرا لكم القصه ديال الاخت اللي خوها طرا ليه هادشي وهي كتقلب على حل. صراحه فاش تجي الضربه في الراس يعني ما خاصك غير تداوي، ما عندكش منها هرب كما كنقولوا. يعني من الاول خاصك تيفيتي ديك الضربه. ما كاينين الناس مساكن ما عارفينش. داكشي علاش الاخوان اي واحد باغي يطلع لاوروبا سواء فرنسا او هولندا او بلجيكا او اسبانيا يحضي راسو. لكن انا غادي نهضر على القانون الاسباني لانه كيهم الناس وفيه هذا القانون كيطبق. داكشي علاش ممكن تستغلو، وانا درتو عن تجربه ديال المحامي والحمد لله يعني درتها رغم على ان ما عطاوني الطرد باش نخوي البلاد. مي الحمد لله درت وريقاتي ومن بعد يعني تيفيتا داكشي كله. عكس هذا السيد اللي دابا حاليا خاصو 5 سنين ما يدخلش للبلاد، ولا شدوه مشكله الا فات المده المعينه وشدوه غيزيدوه المده وغدوبل تقدر توصل حتى ل 10 سنين، لان كنعرف ناس زادوهم وعطاوهم 10 سنين الاخوان. على اي نقراو الكاسو ديال هذا السيد. غير هي نطلب منكم بارطاجيو هذا الفيديو لان فيه اهميه كبيره. الناس بغلطه صغيره كيضيعوا حياتهم. السلام عليكم اخي، ممكن استشاره من فضلك؟ انا الاخ ديالي اعطاوه الطرد من الاتحاد الاوروبي مده 5 سنين، ما بقاش عنده الحق يعاود يطعن في الحكم حيت المده المحدده اللي عطاوه باش يطعن هو ما كانش في الدار. اول خطا ماشي معنيته ما كانش في الدار الاخت. غنشرح لكم ديك ما كانش في الدار. اولا هذا ما كانش في الدار هذه راه فات عليها الفوت، غير باش نفهمكم. وصلت الورقه للدار هو ما كانش باش يمشي للمحكمه، داز الوقت ودابا ما بقاش عنده الحق نهائيا يعاود يطعن في الطرد حتى تفوت 5 سنين. واش كاين شي طريقه يقلع بها الطرد بلا ما يتزوج وحده عندها الجنسيه؟ عافاك، نتمنى تشوف الميساج. الطرد عطاتو ليه اسبانيا، كان خدام وشدوه بلا ورقه. هادشي علاش وقع هاد المشكل. كنتمنى تشوف الميساج. صراحه شدوه في واحد لوكازيون اللي يقدر يدير بها وريقاتو، مي للاسف صدق قلبها على راسو. داكشي علاش تنقول لكم الاخوان حداو راسكم. المهم نسلم معكم وغنجاوب هاد الاخت لان ضروري غندير ندير فيديو. سمعوني الاخوان. اول حاجه قلت لك هو ما كانش في الدار جاتو الورقه. اولا فاش كيشدوك بلا ورق وخدام بلا ورق في الكوميساريه فاش كتبصم وكيصوروك راه يكون 100% بصمو وصوروه. في حاله الا ما كانش جاب فيزا وما كانش طالع عندهم في السيستيم، تماك كتعيط للمحامي وتماك كتقول لهم جيبوا لي مترجم في حاله ما كنتيش كتعرف، وكاع كتقول لهم عطيوني ندور العائله ديالي. اي واحد النمره ديالك حافظه كتعيط ليه باش هو يتكلف ليك ويجيب لك الوراق اللي عندك في الدار كما كيديروا اغلبيه ديال المهاجرين. تماك كدير طعن في الطرد، يعني تتوكل محامي وكتقول له دير لي الطعن في الطرد، وهو ديك الساعه في 48 ساعه او 72 ساعه ما عقلش وما كتحسبش السبت والحد، ما كتحسبش عندك الحق دير الطعن. الا فتي هاد المده بحال اللي داك الطعن تبخر وليتي مهدد للريسك. شحال من واحد تقول لك انا السي الحليمي شدوني 5 المرات، شدوني 6 المرات، عشتو حتى 1000. انا الدراري صحابي شدوهم 8 المرات. مي كاين واحد شدوه مره وعطاوه الطرد. هو مثال حي. انا كاع ندير لكم السكرين ونحطها لكم باش ما بغيتش نبين السميه ديال الاخت قسما بالله. هو الميساج ديالها طويل وعريض. شدوه مره. داكشي علاش الاخوان نعطيكم الطريقه اللي تجنبوا بها هذه المشاكل، وفي حاله الا طحتوا تكونوا عارفين شنو ديروا الخطوات حتى لزيد من الاخر. ما تزيد عليه ما تنقص. هكا الدور مرتاح، وقفوك البوليس ما عندهمش الحق، وفي نفس الوقت كتشري الوقت بفلوسك. ما تسمعش فلوس غتخلع تقام عليك 200 300 الاورو في السنه. كاع 300 في السنه، ولا كنتي ضارب عام ولا عام ونص ولا عامين يعني تقام عليك بديك 300 الاورو حتى ل 600 الاورو في سنتين. الطريقه كالتالي: كيشدوك كتجيب محامي كتقول له دير لي الطعن على هاد الطرد هذا. من بعد ما كدير ليه الطعن اوتوماتيكيا كيتحول لواحد يعني قاضي نقدروا نقولوا عليه، باش هو كيحدد علاش انت غادي تبقى، واش بلادك فيها ازمه، علاش انت هنا. وحنا اغلبيه ديال المغاربه كيترفض لينا داك الطعن. ما تخافش يعني شيء عادي كيترفض. مي الطريقه فين كاينه؟ طريقه انا جايكم ليها باش تفهموا الاخوان. فاش هو كيدير لك داك الطعن
كتساين ما يقارب 9 شهور 7 شهور 8 شهور، قليله فاش كطرى 6 شهور، من 9 شهور لعام عاد كيجاوبك القاضي، عاد كيجاوبك يعني بحال اللي كتجمد داك الكاسو. وهذاك الطعن اللي دايرو كيعطيها لك المحامي ديالك على اساس ورقه كتهزها معاك. فاش كيوقفوك البوليس كيقول لك السي فلان اجي شكون انت، كتقول له انا عندي الطعن مي داير عندي الطرد، داير ليه الطعن يعني داير ليه واحد يعني كما كنقولوا ما مهم طعن نقدروا نقولوا عليه هو هذاك الطعن يعني. صافي كيطلقك البوليسي كيتشيكيك على انك واش عندك شي مشكل ولا ما عندكش، وفي الاخير كيطلقك لانه ما عندوش الحق يردك والمحكمه باقي ما حكماتش. من مورا ديك عام ولا 9 شهور ولا العلم لله عاوتاني جاوبوك، لان مره كدور المحامي وكتاكد واش وصلاتو النوتيسيا، لانه هو عنده بزاف ديال الكاسوس، عنده بزاف ديال التخربيق ديالو خاصك تفكروا. كيقول لك وصلات ولا ما وصلاتش. في حالتي الا وصلات كتقول له دير لي طعن اخر، هاك اخويا 300 ديالك، وكيعطيك ورقه جديده على انه دار لك الطعن من موراها يعني تم كيديرها لك. هي عنده واحد البلاصه ما خاصوش يفوتو واحد المده، فهمتيني، لانه كيدير لك واحد الريكورسو على داك الاخر وصافي. وها انت مهني عاوتاني كتربح عام اخر، كنتي مدوز عام ونص عامين يعني غير طعن واحد راه كافي تدفع الوريقات. تجي تقول لي وهذا الطعن هذا الطرد هذا غيشكل لي مشكل؟ ما غيشكل لك لا مشكل لا والو. كان شحال هادي كنعرفوا باللي الا بغيتي تشد وريقاتك داك الطرد كيردوه لك على اساس غرامه ديال 500 اورو. دابا اوتوماتيكيا كيتلغى فاش كتهز وريقاتك وما كيبقى لا مشكل لا والو. اذا اخي شنو كتفضل؟ تشد تعيط للمحامي يجي يدير لك الطعن، وفي الاولى كتكون مجانا بطبيعه الحال يعني الاولانيه بالمجان، من موراها كتولي تخلصوا يعني غتخلصوا جوج المرات. في حالتي لا باقي ما درتيش ورقك وجوج المرات راه 9 شهور في 9 شهور ولا عام في عام راه كفايه تندير ورقاتك فاش كيوصل القانون. وعندك الحق ديرها 5 المرات على ما اظن، ما عرفتش واش 5 ولا 6 ما متاكدش من هذه المعلومه. يعني عندك 5 المرات او 6 المرات. في حالتي الا كل مره تعطلوا عليك 9 شهور راه عندك 7 سنين ولا. اذا الاخوان راه باين هذا الشيء، ما تطيحوش في هذا المشكل. نجاوب هذه الاخت هذا على الله وعسى تكون شافت هذا الفيديو. اخت ما كاينش حل لان ما دارش الطعن والقرار تصدر، وعلى انه حكم هذاك باش تفهموا على ان الاخوان ماشي غرامه وماشي هذا حكم. والحكم فاش كيصدر الحكم النهائي صافي يعني ممكن بحال واحد مسجون وعطاو الاستئناف المره الاولى والثانيه وخرج القرار النهائي وصافي وتا داز من مورا واحد العام تقول لهم انا ما عجبنيش هذا الحكم. ما يمكنش الاخوان. لو كانت هكا راه كاع الناس غيخرجوا من الحبس وبدا يعني بحال هكا. يعني حاولت نقرب عليكم يعني الحكم النهائي ما عندوش يعني شي طريقه اخرى. اذا خوك خاصو من الاحسن انا ننصحك يحاول يتزوج، ما يقدر يلقى عراقيل مره اخرى، مي دوك العراقيل البسيطه شيئا ما، وخاصه كان عنده وليد مع سيده او صبليونيه مجنسه او مغربيه او شيء من هذا القبيل ممكن يدير وريقاته. لكن اللي بغيت نفهمك الاخت على ان السيد الا مشى تشدوه الاخ ديالك راه غيطردوه على الفور، لان الحكم ديالو صادر وراه باقي في اسبانيا، لانهم هما كيعطيوك على انك تخرج. متفقين؟ دابا هذا مينيمو غلطه بسيطه يشدوه يمشي. هو فاش شدوه في العمل تما كان يستغل ديك الفرصه وممكن يدير اجراءات اخرى اللي نقدروا نطرقوا لها في فيديو اخر، سينو غيجي هذا طويل. المهم الاهم هضرت لكم على الطرد كيفاش ديروا كيفاش تعاملوا معاه، والطريقه راه بسيطه الاخوان، ما تطيحوش في هذا المشكل اللي طاحت فيه هذه الاخت. هادشي اللي كان معكم اخوكم الحليمي، نتشوفوا فيديو جديد. سلام.